بنای خوای بخشنده مهربان، حمد و ثنا و سپاس و ستایشی به پایان بخوای پروردگار جهان. درود و سلام لسر پیغمبری خوشویست صلی الله علیه و سلم و لسر اهل بیت و هم یاران و همشون کەوتوانە تا کۆتا زەمان. برایانی عزیز و خۆشەویستم، لە پرۆگرامی زاد بابەتی ژیاننامەی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم، باسی شەمائیلی پێغەمبەرەکەین صلی الله علیه و سلم. قۆناغی دوو لاپەڕەی 29 گەیشتینەتە ئەوێ مەشیەة رسول الله صلی الله علیه و سلم. مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير، إذا مشى يتكفأ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى مجتمعا ليس فيه كسل. وعن أحمد قال علي رضي الله عنه، وعند أحمد قال علي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما ينحدر من صبب، والصبب الموضع المنحدر من الأرض، وهذا يدل على سرعة مشيه. عن ابن قيم رحمه الله: المشيات 10 أنواع، أحسنها وأسكنها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله: وأما مشيه مع أصحابه فكانوا يمشون بين يديه وهو خلفهم، ويقول: دعوا ظهري للملائكة، وكان يمشي حافيا ومتنعلا. لباسي شمائلي پێغەمبەر صلى الله عليه وسلم، صفاتەکانی پێغەمبەری خوا صلى الله عليه وسلم، باسی ڕێکردنی پێغەمبەرەکەین صلى الله عليه وسلم. ئەنەسی کوڕی مالک خوای لێ ڕازی بێ فەرمێ پێغەمبەری خوا صلى الله عليه وسلم پیاوێکی ڕەبعە بووە، واتە نە درێژ بووە زۆر، نە کورتیش بووە زۆر، و متوسط بووە. إذا مشى يتكفأ، يعني پێغەمبەری خوا صلى الله عليه وسلم کاتی ڕێی بکردایە ئەم مەیلە و پێش ئەڕۆیشت، مەیلە و پێش بوو. ابن عباس فەرمێ پێغەمبەری خوا صلى الله عليه وسلم ئەگەر ڕێی بکردایە ڕێکردنەکەی پڕ و تەواو بوو، کە ئەنەو کۆکراوەتەوە، تەمەڵی پێوە دیار نەبوو لە ڕێکردنە، گورجوگۆڵیەکی پێوە بوو. لە مەسنەدی ئیمامی ئەحمەد هاتووە کەوا ئیمامی عەلی ئەفەرمێ خوای لێ ڕازی بێ ئەفەرمێ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم کاتی ڕێی بکردایەوە کە چۆن لەبان بەرزایەک و باتایەتە خوارەوە بەرەو لێژی بڕوایە ئاوا بوو، گورجوگۆڵیەکی پێوە دیار بووە. ابن القیم ڕەحمەتی خوای لێ بێ ئەفەرمێ ڕێکردن دە جۆرە، باشترینیان و دامەزراوترینیان مەشیەتی پێغەمبەرە صلی الله عليه وسلم. و هەروەها ئەفەرمێ ڕەحمەتی خوای لێ بێ ئەفەرمێ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم لەگەڵ ئەصحابەکانیان چۆن بوو لە ڕێکردنە، ئەفەرمێ دائیمەن هەوڵێدا ئەوان بخاتە پێش خۆی لە دواوە بێ، ئەی فەرموو پشتم بۆ مەلایکە بەجێ بێڵن. طبعا ئەمە مەرج نییە ئێمە وابین، بەس پێغەمبەر وا بووە صلی الله عليه وسلم، ئەوە حاڵەتێکی تایبەت بووە، چونکە مەلایکە لەگەڵ پێغەمبەرا بووە، وی فەرموو پشتم بۆ مەلایکەکان جێ بێڵن. و پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم جاری وا بووە بە پێی پەتی ڕێی کردووە، جاری واش بووە بە نەعلەوە ڕێی کردووە. یعنی هەردوو حاڵەتەکەی هەیە، یعنی ئینسان جارجار بە پێی پەتیش ڕێ بکە باشە، بە تایبەتی لەو شوێنانەی کە ترس نییە پێت زامار ببێ، چونکە ئەو ڕێکردنە بە پێ قازانجێکی زۆری هەیە بۆ تەندروستی ئینسان. بەڵێ. جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء. القرفصاء هي جلسة المحتبي، بأن يقعد على أليتيه فيلصق فخذيه ببطنه ويضع يديه على ساقيه. وعن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وأما ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى. فقد قال النووي رحمه الله: قال العلماء: أحاديث النهي عن الاستلقاء رافعا إحدى رجليه على الأخرى محمولة على حالة تظهر فيها عورة أو شيء منها، وأما فعله صلى الله عليه وسلم فكان على وجه لا يظهر منها شيء، وهذا لا بأس به ولا كراهة فيه على هذه الصفة. شوازي دانشتني في غمر صلى الله عليه وسلم برزان
قيلي كتشي مخرمة يريتوا أفرمي بينين في غمري خاص صلى الله عليه وسلم لمزقوتها دانشتبو دانشتني قرفصاء أويا كإنسان كاتي دانشي أما بيوتي قرفصاء هروها عبادي بن تميم أفرمي ما من في غمري خاص بيني صلى الله عليه وسلم لمزقوتها لسربش هلا جابو قاچی خستبووە سەر قاچەکەی تری قاچی ڕاستی خستووە سەر قاچی چەپی یان یەکێ لە قاچەکانی خستووە سەر قاچی چەپی بەڵێ حەدیثێکمان هەیە لە صحیحی مسلم هەیە ئەفەرمێ پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم فەرمێ ڕامەکشێن لەسەر پشتان پاشان قاچێکتان بخەنە سەر قاچەکەی ترتان ئەو حەدیثە پێغەمبەر بە فعلی ناو مزگەوتا خۆی وای کردو ئەم حەدیثە ئەمرەکە کەوا نەکرێ یان قەدەغا ئەکرێ کەوا نەکرێ ئیمامی نەوەوی دەربارەی ئەمە ئەفەرمێت چی ئەفەرمێ عولەما ئەو حەدیثەکەی بەر لەواش کە شێوەی قورفوساکە و ئەم حەدیثەش ئەمانە بۆ نەهی لێکراوە لە سنەتی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم نەهی لێکراوە ئەمە تەنها بۆ ئەوەیە کە زۆر کەس کاتی وادانشێ عورەتی دەرەکەوێ یان هەندێک لە عورەتی دەرەکەوێ بە تایبەتی ئەو کاتە جلوبەرگ فرە مەزبوط نەبووە وەکو باسمان کرد یعنی جاری وا بووە بە هەزار حاڵە ئینسان شەرواڵێکی هاکەزایی و ئەمجا ئەگە دەستی کەوتایە چونکە لە هەندێک ڕیوایەت هاتووە شەرواڵەکان دەست نەکەوتووە هەر بانەکان دەست کەوتووە کراسەکە خستویان تەبان کاتی ئەچوونە سوژدەیە هەندێک جار عورەتیان لەدواوە دەرەکەوت یعنی ئەوەندە نەبووە ئەوەندە کابرا نەیبووە ئیتر چی بکات یعنی جا ئیسەیش کاتێ پیاوان ئەچن بۆ عومرە ئەگەر خۆیان بۆ حەج و عومرە ئەگەر خۆیان باش نەپێچن و یای خۆیان نەبن عورەتیان دەرەکەوێ هەندێک جار چونکە تۆ هیچتر نییە لە ژێرەوە هەر ئەوەیە کە هێنت کردووە بۆیە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم فەرمێتی ئاوا مەکەن لەبەر ئەوەی چونکە ئاوا بکەی لە دوورەوە خەڵک عورەت تەبینێ یا ئەگەر بەو شێوەی وا ئیسە باسمان کرد دابنشی عورەت بەڵام کە ئەگەر ئەوە نەبوو هیچ مشکلەیەکی تیان نییە ئەو دانشتانە هیچ مشکلەیەکی تیان نییە لە لایەنی شەرعیەوە أما إمامي نووي أفرمي علماء واعيان وتوا جلسته في الأكل. بالله. أما كيفية الجلوس لمن أراد أن يأكل فقد روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل تمرا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والإقعاء أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، وإنما أكل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لئلا يستقر في الجلسة فيأكل أكلا كثيرا، لأن الغالب أن الإنسان إذا كان مقعيا لا يكون مطمئنا في الجلوس فلا يأكل كثيرا، وإذا كان غير مطمئن فلن يأكل كثيرا، وإذا كان مطمئنا فإنه يأكل كثيرا، هذا هو الغالب. وقال الحافظ رحمه الله: فالمستحب في صفة الجلوس للآكل أن يكون جاثيا على ركبتيه وظهور قدميه، أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى. ليراه بوستبا أو برجع يمكن شو أو برجع كان تربية كوربتها أفرمي دانشني في غمري خاص صلى الله عليه وسلم لكاتي خواردنا الله في غمري خاص صلى الله عليه وسلم لكاتي خواردنا طبعا بمشي وبوك لحديثك مسلمة هاتوا لأنس يكري مالك وأفرمي بينم في غمري خاص صلى الله عليه وسلم مقعيب خرماي بدانشتني مقعي دانشتبو خرماي أخوار. ابن عثيمين أفرمي مقعي أويا كاتي إنسان لسر تشوك دانشي هر دو باي أوا پنجەکانی ڕووبکە لە جاوا ئینسان دانشێ لەسەر چۆک و پەنجەکانی ڕۆکا لە پێش ئابەو شێوازە طبعا شێوازێکی زۆر ناڕەحەتە ئەوەی بۆچی وای کردووە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم بۆچی وای کردووە ئەڵێ لەبەر ئەوەی لأن الغالب أن الإنسان إذا كان مقعيا أو مقعيا لا يكون مطمئنا في الجلوس. أغلب إنسان كاتب أو شيء ودانشتبه كم نال أخوه چونکە قاچشتی مزبوط نییە خواردن کەم ئەخوا لەبەر ئەوە ئینسان مطمئن نەبێ لە خواردنیا بۆیە ئاوا دانیشتووە ئەگەر مطمئن دانیشێ زۆر ئەخوا لەبەر ئەوەی کەم بخوا و خۆتان شەزان کەم خواردن لە شریعەتی ئیسلامە کەم خواردن مەرغوبە زۆر خواردن منهی عنه بەڵێ
حافظ ابن حجر فرميس سنة إنسان لصفة جلوسها لسر چوك دانشي يان قاتي آب بخات جيري يان قاتي آب قاتي راسي بتشقيني وقاتي شبي بخات جيري أي بو بيغمر لوي آوادانشت أولا برو حالتك تايبت بو خواردني خرما و ميوه أوشتانه حالتك بو أوي چونك اللوي كمتر بخوي باشتره اللوي زيادتر بلان بو حالتي خواردني اعتيادي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم دانشتره دو قاتي آب قصة جيري هلا سر چوك دانشت يان قاتشكي وكو نيوجي تحيات يعني تحيات لنيوجا أو أم قاتشكي خصة جيري وقاتشكي تشقاندوا أو ناني خواردوا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم طبعا برزان أما يعني صفتك لوانه مرجنية أما حمو صفتي دانشني بيغمر بنان خواردن بوشي وازبه عندي حالات إسا أويك أنا زيرتوا فرمي بينين بيغمر أوايك ايتر أما كليا باسي همو كاتيكي دانشني بيغمر ناكا صلى الله عليه وسلم عندي حالات جياوازه عندي حالات بون من مخمان كاتي لدرسكان أبين ولا بين درسكانا بون من ميويك شيرينيك دانري كدينكو أبين ولا سري زربو من آوا دانشي حدو قاس ما آوين كلو دانشين بولتو ميويك يعني يبدو هنا ليه خويتو طواو يعني حالتك اعتيادينية دانشتنيش اگر انسان بتايبتي لسر سينيك وكو زربي عرب واكن اگر انسان دكس كوب بيتوا مجال او نابي دانشي وشوار مشقي وقاشد بكيتو اوانه عزيتي برامبركان دي او حكمته شتايه انسان نان كما اخوا بلام وكو باسم كرت مرجنيه اما همو دانشتني همو كاتيكي بيغمر بيبو خواردن با خلقوا تينغا هاني كسيش لو تشواتي جيشت بتاع اسا اويك حافظ ابن حجر باسك على انسان دانشي لسر هنا هاني كس يما او كاتب من باسك لاي بيغمر خاص اصلا دانش لسر قاتشي تشبي وقاتشي راسي برس كردوتو بس نا خدمي برس كردوتو يعني قدمي تشقانديا نك تشوكي يعني او شوازه بنان خواردن تو زحمته او شوازه بنان خواردن زحمته كتو ام قاشد ليرته به بلام امان كبيغمر كردوتي وكو تحيات دانشي او حالتك اعتياديه زور كستواني بيكا بلام او بو حالت سفري ها مو سفري اتواني من حتاك تحياتك توابي حتى تحياتك توابي نازم تجيبكم كجاري واحد دقيق ناخ يعني اتوانم انا شمونا خواردن جاء ابي اقام ليبي زور جار اما لو تشي كسي ليتي انا ترواب زاني ابي وانا عم بخري اما حالتك تحياته بله. وعن ابي جحيفه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا والمتكئ هو من استوى قاعدا على وطائه وتمكن من قعوده وقيل هو المائل على أحد شقيه. قال النووي ومعناه لا آكل أكل من يريد الاستكثار من الطعام ويقعد له متمكنا بل أقعد مستوفزا وآكل قليلا. بله أما في غمري خاصة صفرين من بمتكئين ناخهم يغمر في المسح من بمتنوتي وامكن انا لا اكل متكئ ودي من نايك من بمتكئين ناخهم باش متكئ شيء متكئ دو جوره تفسير كراوه تفسيري كان اويك رابك شيء اوا رابك شيء لا شان باتو بسرسرين يا كابسر بشتي كاتشتي اوا رابك شيء هنا بيتو اما ام ليله لا اولا وتوتي ما قيله يعني اما وضعيف دايناوه ام تفسيره بلام اويك لا ام يعني هو بسنده وتوتي اويك كدان شي وشعر مشكل بش دعطوا اصراحتنا عن مخه تي غمري خاص صلى الله عليه وسلم وتوتي من وانا ناخو امام النووي شاتوه تفسيري كردوا الله معناك اويك من بوشي وانا ناخم تاع نزور بخوم ونام كما خوم طبعا تفسيري طبعا تفسير امام النووي خويتي تفسير امام النووي خويتي امام متفق كفي غمر فرمي صلى الله عليه وسلم عيدة برناكنا معلومه بس اما بلي من معنى بويا في غمر فرمو يعني من جوان دانان شمونان خواردن شو المشقي دانان شو تو واليكي ديتوا اما من واليكي نادمو من هرب شيء ودوا ما كليتي كملوا يسش اروا باس يكاتو رونك النووي زياده الاداء بله. اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم
سير استا الله اتكائي في غمر شلون بوا استا هر بودو معنا بلا امجا اوان واوتي قيله اخاتا بيش اتكاء شان دادان ها شان دانوا شان دانوا يعني بشان دان طبعا بو كسي نخوش نكي نخوش نبي بو كسي صار شان مداتوا بلام كسي كان نخوش به هنا طبعا بريزان اما يقريوت متابعتان كردويه لكاتي خويا آغاکان و گەورەکان و مەلیکەکان و پاشاکانی جاران ئاوانانیان خوارد نانەکە دانر یا سعات دو سعات ئەوان بۆ خۆیان ئاوا تیکەی و دەمەتەقیان کرد پێغەمبەر فەرموویەتی من وەڵام متەکەبیر نیم من وەڵام زۆرخۆر نیم ناز بەسەر نعمەتان ناکەم معنی قسەکە واضحە زۆر واضحە قەزی ئەو نییە دانیشی چوار مشکلان قسەکە زۆر واضحە بەڵام ئیتر نازانم عولەما خوای گەورە هیدایەتتان دەبوو ئەو شتەکان ئەیەن و ئەیبەن يعني قمان لضل خلق دروسها كان بله. يستعمل الاتكاء لغة بمعنيين. اللغة عربية اتكاء دو معناه هي. الأول القعود مع تمايل معتمدا على أحد الجانبين وهو المشهور وهو المشهور قال ابن أي لولا تثقيل أيوانيا لولا قيل قول طبعا كانت يجا قيل يعني الشيء ضعيف وانيا أي بول لولا اللي كم جاو تثقيل يمتي خص قمانه وايا كمان مشهورة يسأل أويا بلايك هلا أورابك شيء بلايك شان ديتو أويا مشهورة خو من ببيع ويبزانم أزانم هو مشهورة شو خو معقول إني هر خلقي عام وخلقي عشاير وحموي اتكاوات يا جا أويا كبلايك أي نوبي ترى مشهورة لنا خلقي شبابة بله. قال ابن الأثير والعامة لا تعرف المتكئ إلا من مال في قعوده معتمدا على أحد شقيه. بيغمرش بو عمق كردو خبو وقصينا كردوا الثاني الجلوس متمكنا ومنه قوله تعالى وسررا عليها يتكئون. ذاكي الله أيش يتكئون أي يجلسون وقوله أي يجلسون أي من اللي يش عليهم سرر عليها يتكئون شان دانا السرور بوشيه السرور بو أوي دانشي يا ابو اوي شان بيتوا سرور او سرور اوي شان بيتوا تاخو لنا باش شان دمو مال باوت انا زكا كاميرا لبر اولا سروري هي شان يوم لا هذا اولا نيتي ايوانيه ياسين انا هاك نوصل خسارنيش يسبروا مكان يويش ها من يك برسياريك ليواك ولو عالماني شيء كم ولو اني سال قبران شانازينيا من برامه من بيان اليوم تخوى لنا وبهشت شاه سرور اما كيش اين يعني وصفه والله سرور هي لنا وبهشت ابو خان دانشنا لباني سرورنا بهشت هي سرور يعني سيسه مو امانه ان يعني شتي لنا بهشت راك شاون لسري على جان لسري خوش يقول ويا خوش باش لو يا الله بجي نقبر دانسي كم دانشتم ها ايواني يبرح العقار هكذا بيركا توازن معنا جوا وزا ما تبع واعتدت لهن متكئا اي مجلسا يجلسن عليه متكئا واخوي جوا يا ويك جنكي عزيز هني بان دانا وسيسم ترتيباتي بان دانا ابو دان شنو ميوانا خواردو هذا سي خويا بري جنكاني جني جوركاني ان كاتي قالتين بجنكي عزيز كد بزليخا كرد كان بيلن زليخا وتان عاشقي مقنجي بوا قشمريان بيا كرجنكان انا مجلس جنانا ايج رويش شكر متكئي كيبان دروس كرد بو اوي قش يعني دعوت كرد قش يعني دعوت كردو يكي شقو ميو اماني دا بدس يعني بو يوسف درچو كي يوسف درچو نايان هميان اگا لاخوان نما لقل ميوكا دسي خوش يعني خناوي كرد ماله متكئ واسترخاء بويا ماله عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره وعن تقول روانيا بس الله شوف بيغمر راك شابو ايوه واضحه. وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين.
جا حد سكت قال طوال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا. قال وشهادة الزور أو قول الزور. قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حتى قلنا ليته سكت. وقد تقدم متفق عليه. جاء أم حديثة شو أنا ما موسى أم حديثة عليه في غمري خاص الله وسلم روجي كان راك شابو يعني عفوا يعني شاني دابو راك شا لقل شان دانو فرقية شاني دابو في غمري خاص صلى الله عليه وسلم بالصحابة كان باسي كبائر يكثر مي بيتان الله أكبر الكبائر شيا بوتيان شيا فرموي بلا في غمري خوا كمان بلا فرموي شريك قراردان بو خوي تعالى آزارداني دايكو باوك أم جعفر في غمر راك شابو طبعا كراك شابو بو سيم دانك بو أوي بزان چندرنگا دانشت الله وجلس رسول الله وكان متكئا متكئا لا جلس واني كان خواج زي لما كان باتوا ايواني زور واضحه ام جدانش پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم لبر گرنگی بابا تکفر مو شایتی درو الصحابه كانوا تيان خوزقا او اخوي عزيتنا دا يعني فيان خوش نبو پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم او ده ماندو به يعني امان تي گشتن تواويتر حزن نكر دوزات اخوي ماندوكا كان خوزقا بدن بي اخوي عزيتنا دا تل وزيات بلان پیغمبر هر دوباره كردوا لبر گرنگی او مساله شایتی درو بله. وقد تقدم حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا آكل متكئا. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فجثى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه يأكل فقال عربي ما هذه الجلسة؟ فقال إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. يعني كبيغمبر فرمي من بمتكئين هم چونك گوركان عنيدكان جباركان هميان اناني انا خواب شان انا دايا بوت مالي بيغمبر خواب بولا سر چوك دانشتي بونان خواردن فرموي من خوي تعالى كلمتي عبدك كريم يعني عبدك بخشنده يعني هم عبدم هم بخشندن بو بشي خلقيش بيال مرو كم بخو اجينا بخشنده لي لما باسكا وانيه چونکە مەجلیس گشتیان لەبان سینێک نانەخۆن پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم ئەوەی خواردەوە بەشی هاوڕێکانی بێڵێتەوە ولم يجعلني جبارا عنيدا يعني كم باش كزني الموا گشتی بۆ خۆم داگیرکەم بۆیە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم لەسەر ئەژنۆ دانیشتووە تاوەکو چی بکات تاوەکو ئەو هنا بپارێزێ وصلى اللهم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. بارك الله فيك.